اقدم لكم الهيونداي توسان بعد التعمير. ناصرين عليه الجماعه. تخيل روحك تسوق سياره سفري، لا مرايات جانبيه، لا مرايه وسطيه، لا جامعه اماميه، تحذير مال باب يظل يدق براسك لان الباب مفتوح ما تنسد، وعلى الله بعد. وصلت بالجزء الاول الى سمكره، ما اتفقت ويا السمكره اللي كانت يم السياره، سحبتها منه خليتها يم البيت، وحاليا انا بمرحله انه اختار سمكره، جبت يمها واحد ما اتفقت وياه بالسعر، هسه راح يجيني الثاني هم يشوفها ويشيكه ونشوف ايش قد راح يطلب سعر. خليكم وياي بهذا الفيديو ان شاء الله تستمتعون. عاينه سريعه باشراف المهندس قرار ابو تبريد، تعرفوه اكيد. فاليوم صديق سمكري، فيعني نشيك وين راح تصير النصيب الله اعلم. لم يتم الاتفاق مع السمكري رقم 3. اتوقع انتم عرفتوا انا ليش اجيب السياره واشمرها بالباب واجيب عليها السمكريه. هاي المهن مرتبطه جهد الشخص، يعني كل من هو يقيم تعبه، يقول لك انا هذا تعبي اقيمه بهالقد. واخيرا ان شاء الله تم الاتفاق بعد معاينه السياره من قبل 4 سمكريه، الرابع فاز ويانا. خليكم وياي نروح نشغل السياره وناخذها للسمكري. يا الله. هاي السيارة حادثة يعني كيفكم انتم شو تصنفوا؟ قوي، وسط، تايراتها عدلة، دواخلها ما بيها شيء من جوا، واصيها سليمة مثل ما تشوفون، حتى هاي البدنة ما ادري البراكيت دائما الخبط بيناتهم بالاسم سليمة، المحرك ما مطخوخ. هاي الامور هم تفرق، يعني انت لو تاخذ لك سيارة الشاصي متأذي ولغل متأذي والمحرك، لو تاخذ سيارة قمارة متأذية. اثناء الفحص مالته القاعدة هاي مال دبل، وعوها هاي القاعدة مال دبل طاقة. صار لي تقريبا 3 ايام ما مشغل هالسيارة. بسم الله. ان شاء الله موضوع المحرك بعد عبرناه. تخيل روحك تسوق سيارة سفري، لا مرايات جانبية، لا مراية وسطية، لا جامعة امامية، تحذير مال باب يظل يدق براسك لان الباب مفتوح ما تنسد، وعلى الله بعد. هسه رجعت اخذ السياره مالتي حتى اخذ القاعده مال دبل واروح ادور عليها وين موجوده اجيبها حتى يشدها. بقى شلون تكسره؟ شي لازم تجي وذني يسنون منا ومنا مكسرات، والدبل كان يقلقل براحته. يلا حبيبتي التوسان شويه وجايك، بس اجيب لك قاعده. جيت النادي النفط بمنطقه حيور، والتقيت بمتابعين القدامى كلش. احمد ابدي من النص انا. احمد بنزات من نادي النفط. ناصرين عليه الجماعه. بشر ماكو والله ماكو. هي لا وين القاه؟ الله والحسين محتواه كلش حلو بس مظلوم اعلاميا. الله يخليك والله ممنونين. لقيت هاي القاعده مال دبل سعرها 25,000، وفلتر شوته، يعني فلتر شوته مثل ما شفتوا كان نقع عندهن ب 8000. بس تشيكه هي حتى اروح واجيب. بس اروح ارجع السياره هاي مالت المكان حتى ارجع اخذها. شلعت لي الشياسه هاي اللي كانت مشيسه هنا، كل ما اسوق اظل لازم تشيس واسوق. فذكرت شغله انا ورا طريق الكمساره، والدهن اللي بيها ذاك اليوم درته للتجربه عراقي، يعني اليمن كنا نشتغل بالسياره بالجزء الاول اذا شايفيه كان بيها يعني مشاكل بالدهن، فدرنا لها دهن عراقي. فهسه جد ابدل لها دهن نوعيه زينه حتى بعد يبقى بيها الدهن ودافع بيه المشاكل اللي ممكن تصير من ورا الدهن. التبريد ما مجرباني، شو هي هاي الشاشه ما مشتغله. ندوس اوف مثلا، شي ماكو، ندوس ايسي الله اشتغل والله. شيك الفاندا يشتغل، المروحه مال راديتها. ايه يا الله هسه بقت بس البروده. ايه صلوات على النبي. تبريد شغال. ابو عبد الله حياك الله. ابو عبد الله اول واحد اقول له اصورك ويستقبلني برحاب الصدر ويقول صور براحتك. مو مسيطر ابو عبد الله. جردنا الغراض اللي وصل دكان، هاي الدعاميه مكسره وطوقات طلعن صافيات، كم حاجه صافيه قاعيات كذا. البقيه ان شاء الله من يكمل سمكره اللي نحتاجه راح نسوي فيه قائمه واروح ادور غراضها ياهو الانسب واحد، والله يسهل ويوقعنا على انسب واصدق واحد ان شاء الله. وانا متفائل بك ابو عبد الله. تحياتي، خليكم ويانا.
اهم شيء الجامه نظيفه يا جماعه. ورا يومين خابرني السمكري اللي تعال نجهز لك القائمه والغراض اللي نحتاجهم. شنو صدق كذي اسبوع 10 ايام طول شو يومين؟ خليني اروح اشوف شو مسوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ابو صدق كذي صار لك يومين ما مكمل صدق تحكي. اهلا. رجعت عمي القمارش انا ما ابي شيء بس عايز اصبر شويه صبر مو هواي تكحيه شويه تكحيه. الغرفه تفسخت بالكامل حتى الشغل بالسقف يصير مريح وما ياذي الاغراض اللي بالغرفه. ما عاد الدشبول بقى مكانه. يا جماعه يعني اريد اقول لكم شغله اثناء هاي اللحظات اللي احنا بيها. يعني خابرني سالار صديقي وقال لي معزوم على خطوبتي، فشنو رايكم تجون وياي الخطوبه السالار؟ يلا. السلام عليكم. انت شعلك انت شنو انت يا ريس؟ ايش فيك انت؟ قال لي ما كان سالار شو مبدل شنو؟ خطبتك اليوم. لا ليش شو يا غالي؟ السلام عليكم الله وبركاته. حياك الله ومرحبا. اهلا وسهلا. اقدم لكم انا اعرفك اسمك مصطفى. ممكن اقدم نفسي؟ لا مصطفى. مصطفى. اي والله. هاي شنو؟ ما عندكم اكل؟ بس ميرندو هاي؟ ناكل اكل قل لي. ما تدري صدق كذي ما تقول. شكرا جزيلا عوكي على مشاركتك بالخطوبه القيمه اللي ما بيها اي فائده. الله كله فرح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نفرح بخطوبتك. ان شاء الله نزورك بالفتحه السابعه. ان شاء الله. لان الفتحه السادسه يعني بالسته احنا. لا بالسابعه لان احنا من 50 سنه تقبط السادسه فيحاولونها بالسابعه. هلا. شكرا جزيلا حنكش على توصيلتك وعلى هدوءك وعلى سكوتك وعلى عدم مشاركتك. اي هاي شكرا. شو اذا وصلك انت عمي راح مشي. لا خليني اوصلك بعد. لا اوصلك ابد انت تصعد بهاي السياره اوصلك سيارتك ذيك ونرجع سالفه السياره. افتح الباب. اي بعد اي قوي. خليه هنا. يلا عيني نشوفك بخير. يلا اوكي. هسه انا جيت السوق بغداد اللي هو باب الشرجي بشارع النضال، مركز رئيسي تقريبا لادوات السيارات الكوريه بالاضافه الى الطالبيه وبالاضافه الى البياع. بعد ما اعرف اذا اكو مكان ثاني لو لا. انا عاده شو اسوي من اريد اشتري قطع هوايه للسياره؟ افتر على اكثر من واحد. بس هنا أنا عندي صاحبي كرار موسى صديقي من ايام الدراسه المتوسطه، اقول له خالي وديني على ارخص واحد بالسوق. شغل اختصاصهم بس محركات. محلات موسى الهندي اللي هي وراي لا تشوفوها صايره بسوق بغداد. كرار موسى الكبير الوحيد اللي ما تغير شكله من ايام المتوسطه لحد الان. رحم الله والديك رحم الله والديك. كرار موسى هنا محلات موسى الهندي اختصاصهم مكاين، وحاليا ما شاء الله فاتحين ورشه للصيانه تبديل مكاين وجير. لا زيوت. بس زيوت؟ بس زيوت. والمكاين وين تبدلونه؟ ماكم علاقه. اقول لك هذا العنوان وين؟ سوق بغداد قصر الابيض. هو ايه؟ يعني اكو فد فرع معين لو هو موسى الهندي معروف؟ الالمنيوم. الوزاره مال التعليم العالي مقابلها الفرع العريض المقابل. هاي الورشه ان شاء الله راح تنفتح يعني شيء يجوز اسبوع تقريبا انتم فاتحين. بها الخير وموفقين. اقصد بس تبدلون زيوت هنا ولا الماكينه؟ زيوت وصيانه دوريه. ماكينه غير ما اشتغل. ماكينه غير ما اشتغل. حلو. متى تقطع اصدر العالم؟ هسه لازم تدلينا على شنو ارخص واحد موجود بالسوق اللي هو احمد موبز. راح نروح نشتري الغراض من يمه واحنا مغمضين لين انت مدليني عليه. من هنا كرار جابني اشتري اغراض محلات محمد المعموري يبيعون اغراض الكوري، فبحيث طبيت يعني اسعار صدق فرق كلش. هنا بكل قطعه اقل شيء فرق يطلع لك بال50000 25,000 اذا عندك قائمه. فالحمد لله هسه قصيت القائمه صار مبلغ الغراض كلهن تقريبا 1650. راح يدزوهن توصيل للسمكري، فلان الغراض هواي ما اقدر اوديهم بالسياره فدزيتهن بتاكسي 15,000 ونلتقي. المهم الغراض وصلت يم السمكري، خليكم وياي نروح نشوفهم. الكراتين مال كامل اللغات يسرى ويمنه، هاي الكارتونه مال الباب والكامل اللغات جدد وكاله اجني بنيد مال تفسيخ على اساس نفس اللون، بس طلع اكو فرق بسيط كلش، فهم راح ينصبغ واحتمال بس الداخل مالته يبقى على نفس اللون لو هم ينصبغ.
بعد هاي الشغله بقت يم الصباغ. هاي البدن همين بدلت بوحده جديده وشدها. حاليا هسه السياره مقعده تقريبا، يعني احتاج الغراض يجدد السمكري حتى يقعدهن بالسياره ويشوف الحواف مال السياره قاعده لو ما قاعده. شوف هسه شلون قعدت. هاي قبل كله كان مفركه، يعني هذا عابر على هذا عابر على هذا. هسه تمام يقعد الغراض بشكل اولي، ومن الفتحات تصير مضبوطه 100% يفتحن وتبدي مرحله الصبغ. شو تقول عبد الله؟ اخوان اكو شغله انا ما قلت لكم عليها، انت من تسوق الغراض. انا هاي الشغله ما سويتها لانه الجماعه يعني ثقه وجيت من طرف عرف، بس هو ابو المحل ما يعني هو يروح يطلع لك غراض بيدهن، اكيد راح يدزن بيد عامل. فانا ايش صار عندي؟ هاي المرايه باعوها، مرايه جهه السايق بيها كسر هنا، والدعاميه اجتني بيها كسر، فهسه لازم شو اسوي؟ اروح اوديهن وابدلهن، هو ما راح يقول شيء. نصيحه لوجه الله، لما تشتري غراض عاينهن بعينك، او جيب لك واحد يعرف يباوع عليهن، ليه احتمال انت ما تعرف وراح تباوع عليهن تقول ما بيهن شيء، بينما هن بيهن لوله. الحكي بيناتنا توبت من الغراض مال التفسيخ. بالنسبه للبدي هذا البنيد، هذا جبت جديد، هذا الخاكي شلون الباب بنيد خاكي حملته هسه، وهذا التفسيخ والتفسيخ رجعته. ابي رصعات بسيطه هيك طعجه صغيره ممكن تجي هو يعدلها، بس قال لي انت يعني ليش بدنا نعدل وهاي جيب فد شيء موس عدل حتى يقعد 100%. قلت له ابو جاسم بيها مجال تبدل لي البنيد بواحد جديد وكاله؟ قال ابشر. قبل نزل لي واحد جديد نزلناه خلينا هذا التفسيخ واخذت واحد جديد. فالغراض مال التفسيخ بالنسبه للبدي لازم تقبل بها بعيوبها، وانا افضل بالنسبه للبدي الغراض الجديد مو التفسيخ. هذا البيتشن مال توسان، هذا التقعيد الاولي اللي هو قبل الصبغ. اكو هوايه يا عبد الله يقولون شغلكم تلزيق، صدق هذا الحكي؟ لا والله من واحد على واحد. الحمد لله. طبعا جياتي لسوق بغداد والطالبيه صارت ما تنحسب. انتم عبالكم يعني تجي مره واحده تتسوق غراض هي؟ لا حبيبي، بين يوم ويوم كل 3 ايام السمكري مخابرك خالي محتاج فلان شغله، عندك نقص هاي الشغله، عندك هاي الشغله مكسوره. المهم هسه سوق بغداد دائما اجي العصر حتى الشارع فارغ ماكو ازدحام وتقدر تطبخ وين ما كان. الله يسلمك. الحمد لله. امجد امجد نعم امجد متابع انستغرام، بس احنا تعرفنا شويه، يعني احنا شويه طشينا فقلنا نتكبر احنا ما نعرف احد. يعني انا حاليا جيت على السبايدر مال القماره. سبايدر مال القماره هاي القطعه اللي تقعد فوق القماره، واحده منها واحده منها مال جهه السائق باع شلون مشخطه ومعوجه. جبت واحده افتريت، واحد يقول 200 دولار، واحد يقول 150، والى ان لقيت هاي ب 100 دولار مال تفسيخ. الله سهل. هسه انا جيت الكمساره قلت امر على ابو عبد الله شوف سيارتي وين؟ شوف سيارتي ماكو بايع تفسيخ بس قول لي. يا بالسياره يقولون بالفرن، لان هو هنا الصباغ يضرب بس الاساس بعدين ناخذها للفرن يصبغها. فهسه هي بالفرن ويجيبوها. يابا جوي من الفرن وطلعت سيارتي ما كامله، رايحين يجيبون غير سياره، انا عبالي رايحين يجيبون سيارتي. فقالوا حبيبي الدعبل سيارتك بعدها ما مستويه، تعال لنا باكر ان شاء الله عود نشوف لك اياها. يا الله اصبحنا واصبح الملك لله. رايح من الصبح ما تقول لي. اول شيء لا ثاني شيء، اول شيء عندي غراض بالسياره راح اوديهن الكوشنات مال توسان. ثاني شيء عندي معامله مال تحويل سياره اللي هي هاي رينو، راح نشارككم اياها بفيديو شوفوها. ايش صايره يبو. هاي الكوشنات، كوشن الصدر، كوشن الصدر، الكوشنات الخلفيه صايره لي وراي، ويعني شيء على شيء بقالي مكان اقعد بيه الحمد لله والشكر. بس والله راسي يطخ بالبتنجانه مال الكوشن. ويقول لك ليش تحب السيارات القديمه؟ هاك با 150 140 150 والسياره واقفه بالشارع ولا عبالك امانه الله، يعني هاك رزانه متانه حضانه نتانه، ما سياره واقفه ما لها علاقه. نزلنا الكوشنات هاني واستاذ علي الصباغ، نزلنا الكوشنات هنا مصبوغه ومكملين ومطبقين. صباح الخير استاذ علي. ما مطلعه كان قبل بالتصوير. شو تقيم صبغك من 10؟ من 10 100%. لا هاي يعني صبغك باشكال. هذا لا الشاطر وياك عشت ايدك.
شنو ضمان الصبغ هذا؟ اللون 100% ضمان 5 سنين. 5 سنين؟ اي شيء بها هذه كلها درجه. جديده. علي صباغ مو طلع بالتسويق قبل. وهذا الصبغ، هذا البتشم باقي بس الدعاميه يمكن تقعد بالبتشم. هاي الدعاميه كامله ومصبوغه. بس باقي الرادار جبت، هذا رادار بقى بالسياره راح اجيب لك اياه. الغراض اللي شديناهن كلهن جدد، حتى القاعده تصير عدله مثل ما تشوفون. هذا الصبغ بس بعد بيها بولش. ها بعد ما بولش يمكن هاي بعد بيها بولش تطلع لمعتها احلى. نجيب الرادار. وين الرادار؟ هذا الرادار. مو الا بالرادار. طلع عندي غراض هم يعني يحتاجن تبديل. هن بصراحه يعني هسه لو غير واحد يشدها هاي باعوا. هذا الطاق اللي يقعد بالشاملق، الطاق البلاستيك ما بي شيء، ما مكسر بس شنو مشخط. باع هنا شلون مشخط هيجي شويه مشقوق، فهذا ياثر بالتقعيد. السياره ما تقعد حلو بعد. اول ما تفتح البنيد مال السياره الشاملغات يصير فوقهن هاي القطع، هذني هم راح اجيبهن. هو التصليح يضيع حظك بس شنو يونس يعني يخليك تفتر وتشوف ناس وتتعرف على ناس. فأنا حاليا جيت للطالبيه راح اشوف ذني الغراض. اشبع ضحك على اللي يقول لك الكوري غراضه رخيصه، اللي يطبلون ويبوقون طط 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 الكوري غراضه رخيصه، الكوري غراض. حبيبي تعال، هذني الطوق مال شاملغات الزوج ب 150,000، هن قطعتين بلاستيك. الاثنين هذني اللي مال البنيد اللي شوفتكم يعني العدلات، الوحده ب 50,000. يعني 4 قطع بلاستيك ما بيهن لا اشاره لا حساس لا واير لا قلوب، 4 قطع بلاستيك هيك خام 250,000. حياتي للكوري ولاهل الكوري. فانا هسه ايش راح اسوي؟ راح اروح للقصر الابيض اشوف هناك يمكن المناسبات. لو اقول لكم الحكي بيناتنا خلي اوديهن لابو الفايبر كلاس، خلينا نشوف والله بدك ترتب لنا اياهن. يابا شغله الفايبر كلاس طلعت ملفيت. اجيت هنا الفايبر كلاس ابو عبد الله مقابيل محكمه الشعب، الرجل شغله مضبوط وينصح. فشافهن قال يا ابو حسين يا اخويا انت ادري بيك تدور شغل. احمد شلونك؟ تمشي وتصور بالعالم انت؟ شلونك؟ شلون صح؟ شلون احوالك؟ الله يسلمك. الله يخليك. عندي ترايش بلاستيك جبت ابو عبد الله. قال ذني ما يقعد مضبوط اشتري جديد وولي منه. احسن لك. ممنون. هاي شغله ما تفيدك مال تعديل، اخذ غريضاتك وروح اشتري جدد. هسه اني بالسوق بغداد اخذت هاي الزوج ما كامل لغات الطوق جدد، وذني الزوج اللي يقعدين بالبنيد قلنا، وعندي هاي الصونده همين الفضله اللي هي تروح من الدبه للراديتر. ذني كلهن خلصن 200,000. تقريبا الامور طيبه ان شاء الله. هاي شنو هاي غرفه كامله؟ لا هاي الطوق اللي هنا قاعدين، هاي الطوق البلاستيك اللي رحت له يقول لي القطعه ب 75,000 مال وكاله. خالي هي قطعه نايلون. شنو يعني وكاله؟ مو يعني شنو وكاله مثلا؟ وهاي اللي هي تصير هنا. باع 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 شلون ينقلب شكل السياره. باع 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 قبل ونبشت الايادي. وهاي الصونده اللي هي هاي تقعد هنا، تجي من الدبه تجي هنا جوا. هي من البدايه بمي انا شويه خليتها تفلون بس الشغله ما فادت الا جديد حجي. اليوم الارقام والاوراق يعني شنو؟ خليكم وياي راح اروح اجيب التوسان. نروح بسيارتي اول شيء بالدايو، راح اخليها يم بيت صديقي واصعد تاكسي واروح اجيب التوسان. بس هو ما موجود فراح اعوف السياره مبوشه وخليتها بالمكان اللي هو قال لي تطبقها بيه. مجرد راح اقفلها واعوفها هنا. هاي السياره طبقتها هنا. هاي سياره صديقي سالار الجام مالتها مفتوح، فايش راح اسوي؟ اشمر السويتش هنا وعلى الكوشن 1 2 3. هو هم سيارته مقفله. هسه يطلع السويتش مال سيارته ضايع، يبقى المفتاح مال سيارتي بداخل السياره وتجيب اللي فضها. السلام عليكم. يلا كمساره وسمكريت كمساره. هاي الجولف المشموره. سيارتي مطلعيها بالباب مطاردين يا عمي.
كافي بعد، مو بقيت عليهم يومين تقريبا وهي كامله. تم العمل باشراف مهندس عبود. عاشت ايدك ابو عبد الله. تبون هم سياراتنا هاي. العنوان من جديد. كم سعره؟ ايه هي. هي كم سعره بعد؟ رقم التليفون عمي. رقم التليفون مالتك. ما حافظه. عبد الله حافظه؟ وين رقم التليفون؟ يا بابا شنو هذا؟ 077 1 7 6 7 7 3 0 9. هذا رقم ابو عبد الله، واللي يقدر يقرا له هديه. وهذا الشغل حلو كلش حلو. اللي يقولون هاي السياره راح يشتغلوها تلزيق وراح ينزلوها للشارع ويقشمرون بها العالم، شوف الشغل وشوف الفتحات مال بنيد والفتحات مال شاملغ والبيبان شلون رجعت مطبقه، والقماره اللي كانت التكمه اللي كانت ممروده هاي كلها ممروده من الطول للطول. هذا الفوق كان ممرود. رجعت ما شاء الله وكانه سياره شنو؟ زيرو. لا ما نقدر زيرو زحمه لان هي ماشيه 15,000، يعني رجع السياره طبيعيه هاك كل شيء ما بيها. السياره صار بيها صبغ بنيد وشاملغين وباب سايق ومقدمه القماره بس. هاي الصفحه همين اللوخ. ما بقى عندنا شيء. الغرفه كلها انشدت، الغرفه كانت مفسخه، الكوشنات ايرباقات كانت طاق الدوشمن، ورجعت الامور تمام. عاشت ايدك استاذ علي على الصبغ. رحم الله والديك. الصبغ كلش حلو وكلها سياره بولشيت ما عدا شنو؟ ما بولشت كلها. لا يعني القطع المصبوغه تبولشت، القطع البقيه ما بولشين. قال لي احنا ما متفقين نبولش القطع اللي صبغتهن بس. مو صح هذا الحكي؟ رحم الله والديك جزاك الله الف خير. بس انا اسالك سؤال. سياره اوديها الواحد بالشعب راح امي يجوز اروح له يغسلها ويبولشها كلها اعطيه 50,000. انت توقف وياي على كم قطعه؟ 50 انا. اي قول لي ليش؟ طبعا يسوي هذا الحكي كله دا يسجل. هاي شغلتك تختار الصبابيك كلها. اذا احد لزمك اياها 800 دولار انا حاطط. بس انت لزمتها بعد، عسى ما لزمتها ب 300. ليش؟ تطلع الفرق بيها وهاي 25,000 ل 50 ما تسوى. 25 لا شغله 25 لا. جو قندرتك والله ما تخسر. بس احنا حاتم بيش نلزم سياره بولش؟ قلت له 100 دولار بعد والله. انا بس البطل اللي اجيبه ب 40,000 بس البطل. البطل يمشيك فد 10 سيارات. لا ايش دعوه هو لازم هسه بس سياره. لا بس امانه الله الصبغ كلش حلو ومطابق واللمعه مالته كلش حلوه، ويعني الشذره مالته همين مطابقه للبلاد. والله العظيم قلت لك والله مو سعرها هاي والله. السمكره كانت يم ابو عبد الله والصبغ يم علي ابو من؟ ابو حسين. كلفت صبغ وسمكره اذكر السعر لا كيفك؟ كلفت 15 ورقه، اسعارهم مناسبه قياسا بالسوق. موجودين كم سعره؟ العنوان والرقم ذكرناه سابقا. هاي السياره كملت الحمد لله. تعالوا اخذكم مفرة سريعه عليها واشوفكم القشر مالتها واشوفكم تفاصيلها بشكل ادق مثل ما تشوفون وياي. هاي السياره وهذا القشر مالتها، بس مع الاسف ما بولشت السياره كلها مثل ما شفتوا. حكيت وياه بالتفاصيل على موضوع البولش، ما قبل يبولش السياره كلها وبولش القطع اللي صبغها هو بس، يعني بولش البيتشم، بولش مقدمه القماره، بولش الباب مال السايق. قال اني ابولش لك الاجزاء اللي اني صابغهن وما بولش باقي السياره. يعني صبغ اكثر من قطعه، مو تقول قطعه واحده واني جاي اطلب بولش عليها، لا اني صابغ اكثر من قطعه، يعني نص السياره تقريبا. فمن تجي تقول لي على بولش النص الباقي الموضوع شويه زحمه. على كل حال شكرا جزيلا لهم، صبغهم كان حلو وسمكرتهم كانت حلوه، تعاملهم زين، بس هاي النقطه اللي ظلت بقلبي ما انساها. على كل حال هذا الصندوق وهاي القطعه، هاي البطانه مال البنيد بقت ما مشدوده. السياره وسخه طبعا من الداخل مثل ما تشوفون، لان صار لها تقريبا شهر بالتعمير. كملت هسه الحمد لله. تعالوا اشوفكم الداخل مالتها. الداخل هم مالتها ما شاء الله مليانه تراب، بعض الكوشنات. هذا يعني كله اني بعدين على راحتي راح انظفها وارجعها سواد فحم، يبقى بس الغسل الخارجي اوديها للغسل لانه ما عندي مكان اغسل. هاي الداخل مالتها لما تشوفون، هاي الفتحه رجعت تمام تنفتح طبيعي. وهاي الهوسه مالتي الغراض ما عليكم بيها. خلينا نفتح البنيد. يا الله، هذا الداخل مال البنيد
بس اكو شغله صارت عندي وخسرتني فوق هاي السياره. هاي الشغله راح تشوفوها بالفيديو الجاي، واللي متابعيني على انستغرام يعرفون شنو هاي الشغله، بس راح نشرها باليوتيوب همينه. الامور رجعت تمام الحمد لله. اللي يشوف هاي السياره بالبدايه ما كان يتخيل انه هي راح ترجع لهذا الشكل الطبيعي، والحمد لله رب العالمين. لا تنسون تتابعوني بالانستغرام بالتيك توك بالفيسبوك، لان اكو فيديوهات انشرها هناك ما موجوده باليوتيوب. كان معكم علي موسى، تحياتي، في امان الله.